دعاء الحاجات الصعبة والمستحيلة دعاء عظيم، اكتبوه واحفظوه، فهو دعاء لا يرد. وعندما تحتاج إلى شيء كبير أو كانت لك أمنية وتراها أنها مستحيلة وتريد من الله أن يحققها لك، عليك بهذا الدعاء النبوي، فهو دعاء لا يرد. وقبل أن نتعرف على هذا الدعاء، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، الدعاء الذي معنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الحاجة. ومعنى دعاء الحاجة أي أن أي شيء تحتاج إليه عليك بهذا الدعاء. ويستحب أن تقول هذا الدعاء في يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، أو في ثلث الليل الأخير، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول جل جلاله: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا الدعاء مجرب من كثير من الصالحين وله أثر عجيب. وهذا الدعاء كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو حزبه أمر. هذا الدعاء أن تقول: لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بعد ذلك تدعو بما تشاء، تطلب من الله عز وجل ما تشاء، وسوف يجبر الله عز وجل بخاطرك.